لو انت متفق مع اسلوب ومحتوى ياسمين عز في البرنامج بتاعها، فانت محتاج تقرا اكتر عن صناعة المحتوى وكيفية تقديمه، لان اللي بتقدمه الاستاذة لا يمت للاعلام باي صلة. ولو انت متفقة مع اسلوب ومحتوى رضوى الشربيني في البرنامج بتاعها، فانت برضه محتاجة تقري اكتر عن صناعة المحتوى وكيفية تقديمه، لان اللي بتقدمه الاستاذة ايضا لا يمت للاعلام باي صلة. ولو انت مختلف مع الاتنين وشايف انهم مجرد ادوات لجذب الانتباه واثارة الجدل، فانت كده فاهم وهرش الليلة. اخيرا، ما ينفعش ترمي ودنك لاي حد وتخليه يتحكم في قراراتك ومصيرك لمجرد انه بيطلع على الشاشة واسمه اعلامي. انت عندك عقل وربنا ميزك بيه عن باقي المخلوقات عشان تستخدمه وتشوف الصح من الغلط. بلاش شوية بغبغانات يتحكموا في عقولكم ويخلقوا حرب بين الراجل وبين الست، يكسبوا بفضلها شهرة ومشاهدات واسم تجاري على قفاكم. دمتم مميزين.